ليه الدينار الكويتي هو أغلى عملة في العالم؟ يعني يكفي أقول لك إن دلوقتي الواحد دينار بيساوي أكتر من 80 جنيه. هتقول لي ده بسبب إن الجنيه هو اللي قيمته ضعيفة. هقول لك لأ، لأن الواحد دينار برضو بيساوي أكتر من 3 دولار وأكتر من 3 يورو. يعني يكفي أقول لك إن الدينار الكويتي قيمته أعلى بكتير من الين الياباني ومن اليوان الصيني. فهل ده معناه إن اقتصاد الكويت أقوى من اقتصاد ألمانيا واقتصاد أمريكا واقتصاد الصين وأكبر الاقتصادات في العالم؟ هقول لك لا طبعا. أمال إيه الحكاية؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه الحلقة دي. لايك وشير وتعالى نعرف مع بعض. في البداية كده لازم تبقى عارف إن واحدة من أهم العوامل اللي بتحدد قوة أي عملة هي هل الدولة صاحبة العملة دي بتصدر أكتر ولا بتستورد أكتر. يعني مثلا دولة زي مصر هنلاقي إن مواردنا بالعملة الصعبة أقل بكتير من احتياجاتنا، فده بيخلي إن احنا كل شوية بنلاقي قيمة الجنيه بتضعف مع الوقت. ولكن دولة زي الكويت هنلاقي إن الدولة دي بتصدر أكتر بكتير جدا ما بتستورد. هنا بقى في سؤال، ليه الكويت ما ترخصش من تمن العملة بتاعتها علشان تصدر أكتر؟ زي مثلا دولة زي الصين إن هي بترخص اليوان الصيني. ليه؟ علشان تغرق الأسواق بالبضايع الصيني بتاعتها. يعني كل ما قوة العملة تبقى ضعيفة مع دولة بتصدر كتير، ده بيخلي إن البضايع بتاعتها بتتباع بسعر رخيص، فبالتالي تعرف تنافس وتقدر تصدر أكتر. هقولك لأن الكويت أكتر من 90% من الصادرات بتاعتها هي البترول، وزي ما انت عارف ان البترول ده سعره ثابت على مستوى العالم، مش ثابت ان هو ما بيتغيرش، لا السعر بتاعه بيتحدد في البورصة كل لحظة. فهي الكويت ملهاش دخل في السعر بتاعه. طبعا لما دولة يبقى عندها صادرات اكتر بكتير من الواردات، ده بيخليها يبقى عندها احتياطي نقدي كبير جدا من العملة الصعبة. قصاد كده هتلاقي عدد سكان الكويت قليل جدا، حوالي 5 مليون نسمة. كل الحاجات دي خلت ان الكويت هي بنفسها اللي تخلي عملتها قيمتها عالية. يعني عايز اقول لك ان الكويت هي اللي مخلية عملتها عالية بالشكل ده، ومش فارق معاها طبعا، لان زي ما قلنا ان الدولة دي اغلب صادراتها اكتر من 90% هي البترول المسعر عالميا. حاجة تانية، ان الدينار الكويتي مختلف عن اغلب العملات. هتقولي ليه يعني؟ هقولك ان في عملات كتيرة جدا زي الجنيه بتتقسم ل100 قرش، زي الدولار بيتقسم ل100 سنت، لكن هتلاقي ان الدينار الكويتي بيتقسم ل1000 وحدة، 1000 فلس. وعشان ابسط لك الموضوع ده، تخيل كده معايا ان في دولة بتقيس البضايع بتاعتها بالكيلو، دولة تانية بتقيس البضايع اللي عندها بالطن. فهل ده معناه ان الدولة اللي بتقيس بالطن عندها بضايع اكتر بكتير من الدولة اللي بتقيس بالكيلو؟ هقولك لا طبعا، هي دي بس وحدة قياس. فالكويت اختارت ان العملة بتاعتها بتتكون من 1000 وحدة. وفي النهاية احبك تبقى عارف ان طبعا مع ان الكويت دولة غنية، الا انها اكيد الاقتصاد بتاعها مش اقوى من الاقتصاد الالماني ولا الامريكي ولا الصين ولا اوروبا ولا الدول العظمى دي كلها. ولكن زي ما قلنا الكويت دولة غنية بسبب ان صادراتها اكتر بكتير جدا من وارداتها وعدد شعبها قليل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.